عليكم، ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ناشطين ومرتاحين وكلكم طاقه ايجابيه. مرحبا بكم اليوم معايا. اليوم جبت لكم مشروب ليلي رائع بزاف البنات، وكيتعتبر سر من اسرار اللي كتخلينا انا نقص مقاسات البطن بشكل واضح وكبير ومن اول اسبوع. ديجا نزلت لكم مشروب ليلي وكان ناجح بواحد الطريقه رائعه، خدا مشاهدات كثيره تبارك الله على اليوتيوب، وكذلك كنت نزلته حتى في تيك توك. الحمد لله نجح مع بزاف ديال البنات ولقاو عليه نتائج ولا اروع. تقدروا انكم ترجعوا تشوفوا في الفيديوهات السابقه. واليوم جبت لكم مشروب اروع صراحه، كيعطي نتائج خطيره على مقاسات البطن بشكل زوين بزاف. كناخذوه قبل من النوم وكيعطينا نتيجه من اول اسبوع، الشيء اللي يعني اللي غادي تلاحظوه بالعين المجرده. بالنسبه للمكونات ديال المشروب ديالنا فهما مكونات متواجدين عند الجميع في كاع البيوت العربيه، الا واحد اللي ممكن ان البعض ما يكونش كياخذوه، الا انه يعني معروف بالفعاليه ديالو للتخسيس والخساره الوزن، وكذلك لانه كينقص لنا مستوى السكر في الدم اللي هو خل التفاح. بالنسبه للمكونات غادي نذكر لكم كل واحد بوحده وكل واحد الفائده ديالو كيفاش دايره. اول واحد ذكرناه هو خل التفاح، فخل التفاح كيتعتبر ممتاز بزاف لخساره الوزن وخساره مقاسات البطن بشكل واضح. علاش؟ لانه كيزيد الاحساس بالشبع مده طويله، وكذلك كيساعد على حرق السعرات اكثر، وكذلك كيساعدنا على انه يحد من التراكم ديال الدهون في منطقه البطن بالضبط، وكيخلص حتى الجسم من السموم. يعني هذا الشيء كامل متوفر فيه، فهو شي حاجه اللي هي ممتازه باش اننا نقص الوزن، وفي نفس الوقت يعني شي حاجه ممتازه لاننا تخلينا نديروا الريجيم ديالنا وحنا مرتاحين، لان ما غاديش تحسي بالجوع. غادي نزيدوا عليه مكون اخر اللي حتى هو ممتاز اللي هي القرفه، وما يمكنش نلقاو شي بيت عربي ما فيش القرفه ولا القرفه كما كنقولوا لها حنا بالدارجه ديالنا. الوغ بالنسبه للقرفه فهي حتى غنيه بالالياف، الشيء اللي كيخلي اداه الانسان ملي كيدير واحد البرنامج غذائي ما كيتعرضش للمشكله ديال الامساك اللي بزاف منكم كيعانيوا منها. بزاف من النساء خاصه كيعانيوا من الامساك الحاد، يعني بشكل يعني راه يعني اكتشفت ان بشكل كبير بزاف ديال البنات كيعانيوا من المشكله ديال الامساك. والطامه الكبرى انها ماشي كاع الادويه كتخدم الامساك، لان كاين بعض الادويه اللي كتخدم لك هذاك الامساك في هذيك الوقيته، يعني كديريها غير باش كتدخلي هذيك الساعه. ما البعض ديال البنات كيديروها باش انهم كيبقاو بها دائما يوميا كتستعمل، وهذا الشيء راه ماشي في الصحه ديالكم كاع. ما بغيتش نهضر على الاسم ديال الدواء اللي ولا كيدار بزاف بزاف بزاف، مع انه ما خاصوش يدار. خذوا دي كومبليمون اليمونتير ا باز دو بلانس احسن بكثير، مكملات غذائيه يعني اللي غادي تكون مصنوعه من الاعشاب الطبيعيه، غاديه تكون احسن بكثير تعالج لك الامساك، وفي نفس الوقت غاديه تخليك انك تدخلي للطواليت نورمال، وكذلك ما غاداش تضر لك الامعاء ديالك عكس الادويه الاخرى. فبالنسبه للبنات اللي عندي في المتابعه الخاصه فانا ديجا نصحتهم من هذه القضيه، لان لقيت واحد العدد كبير ديال البنات كيقولوا لي فوالا كنا كناخذوا هذا الدواء واجنوا وقعنينا ودابا الا ما خديناش ما كندخلوش للطواليت. وصل لواحد الوقت انه الا واخا ياخذوه ما كيرياتيش معاهم ما كيدخلوش. يعني هذه راه شي حاجه اللي هي انتردي تماما، وماشي وحده ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه، واحد العدد كبير ديال البنات اللي وقع عليهم هذا المشكل مع هذا الدواء بالضبط. الوغ بالنسبه ندوزو الموضوع ديالنا ديال القرفه. قلنا انها غنيه بالالياف، الشيء اللي كيخلي انها ما كيوقعش لنا مشكله ديال الامساك، كذلك كتحسسنا بالشبع مده طويله، كذلك كتساعد على تقليل مستوى السكر في الدم وعلى تقليل مستوى الكوليسترول، وكذلك كتساعدنا في نفس الوقت على انها تقلل لنا حتى من الدهون الثلاثيه. فهي شي حاجه اللي هي ممتازه اننا ندخلوها معنا في هذا المشروب باش هكا يعطينا فعاليه اكثر. كما كنقول لكم دائما كنقول لكم ان في الريجيم اللي كنعطي كنقول لكم في الليل حاولوا انكم تشربوا مشروب ديال البابونج. المشروب ديال البابونج كاخر حاجه قبل ما تنعسوا. فهذاك المشروب ديال البابونج غادي نزيدوا عليه هو خل ديال التفاح، وغادي نزيدوا عليه كذلك القرفه. ولكن علاش كنقول لكم انا دائما شربوا المشروب ديال البابونج؟ لان عنده بزاف ديال الحوايج اللي هما ممتاز للجسم ديالنا. فالبابونج كيقلل بعدا من مستوى السكر حتى هو، وكيساعدنا على النوم. والنوم دائما هضرت على ان جوده النوم كتعني لنا ان الحرق ديالنا غادي يكون ممتاز. قد ما نعستي مزيان ودخلتي في عمق النوم قد ما غادي تكون عندك اولا انك كتفيقي كلك حيويه وكلك نشاط، و ميم طون كتخلي الجسم ديالك ينظف راسو براسو، يعني كينظف راسو من السموم براسو. فهذيك العمليه كتحتاج لسعرات حراريه، الشيء اللي كيخليك انك نتيا كتهبطي في لو بوا. كذلك البابونج كيعزز من صحه البشره وكيحسن لنا من عمليه الهضم.
هذه شي حاجه اللي هي ممتازه بزاف. حتى البنات اللي عندهم مثلا الدوره الشهريه كتجيهم يعني بشكل يعني شويه قاصح وبالام، فهو كيعاون بزاف على ان البابونج يعني بدا كدير البابونج باش هكايا يعاونك بزاف ان هذوك الالام يخففوا عليك. بالنسبه للمشروب ديالنا، فاول حاجه غادي ناخذ شاي ديال البابونج، يعني بعد ما درنا انه البابونج ودرنا معاه الماء اللي فاتر يعني الماء طايب، خليناه واحد شويه انه يبدا يتفاشي شويه، وغادي نزيدوا عليه نصف ملعقه صغيره ديال القرفه، وكذلك ملعقه صغيره من خل التفاح. فهو ممتاز بزاف، ولكن الناس اللي عندهم مشاكل ديال المعده، حرقه المعده، ما ياخذوش تماما، لانكم عارفين ان الخل ديال التفاح مع المعده راه ما كيتلاقاوش. فحاولي ما انك واخا يعني تحاولي انك ديري البابونج مزيان ماشي مشكل، ولكن باش تضيفي خل التفاح لا. فديري البابونج بالنسبه للناس العاديين، مشروب بابونج يعني شاي البابونج زائد نصف ملعقه صغيره من القرفه زائد ملعقه صغيره خل التفاح، فهو ممتاز جدا جدا جدا. داومي عليه اسبوع واحد، فهو غادي يعطيك نتيجه ولا اروع في مقاسات البطن وكذلك في مقاسات الجسم كامل، وغادي تحسي براسك انك جوده النوم حتى هي زادت عندك، يعني وليتي كتنعسي بشكل اكثر. بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي انهم ديجا عندهم مشكله ديال الارق ومشكله ديال انهم ما كينعسوش مزيان، فهو ممتاز لهم. ولكن حاولوا اننا ناخذ حتى مكملات غذائيه اللي هي مثلا المغنيسيوم، فهو ممتاز. كاين بزاف ديال المكملات الغذائيه منهم ماغمين رولاكسيوم، يعني ممكن انك تاخذيه من الليل حتى هو رائع بزاف للبنات، خاصه ان عارفين ان دابا ولات الضغوطات ديال الحياه وداكشي كيبقى الانسان انه يفكر، فهي ممتازه بزاف، خاصه ماغمين لانه سون سيل سون سكر، لانه بدون سكر بدون ملح، فهو من الاشياء اللي مهمه انك ديريها واحد الشهر، خاصه الواحد من يفوت 30 عام فضروري يبدا كيدخل المكملات الغذائيه باش هكا يعوض شويه. لان المشروب ديال اليوم يكون نال اعجابكم، كنتمنى انكم تجربوه لانكم غادي تلقاو عليه نتائج رائعه. ما تنساوش انكم تبارطاجيوه مع العائله ديالكم والاصدقاء ديالكم وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش انكم تخليو لايك زوينه والتعاليق ديالكم تحت، واي حاجه او اي استفسار مرحبا بكم. بقى لي دابا غنقول لكم سلامه.